محمد الحداد، رئيس الجمعية المغربية لتربية شبيبة طلعت تمليل. اليوم كنتواجدوا في واحد الورش بيئي تطوعي. بطبيعة الحال اللي الهدف منه هو أننا نعطيو واحد الجمالية لدار الشباب تمليل. مجموعة من الشباب اليوم طوعوا باش نحاولوا أننا ننظفوا دار الشباب، وكذلك نرسموا جداريات، بالإضافة إلى مجموعة من الورشات اللي عندها علاقة بالبيئة، باش نجعلوا هذا الفضاء ديال دار الشباب واحد الفضاء يعني جديد. بطبيعة الحال دائما في إطار المبادرات اللي كيقوم بها الشباب ديال الجمعية المغربية لتربية الشبيبة. الشعار ديالنا ديال هذه المبادره هو شباب يبادر فضاء يزدهر، وهذا بطبيعه الحال كيدخل دائما في اطار الانشطه اللي كتسهر الجمعيه على التقديم ديالها داخل اقليم مديونه وخارج اقليم مديونه، خدمه للشباب والطفوله وكذلك اليافعين. محمد الحرمل، شاب من شباب الجمعية المغربية لتربية الشبيبة فرع تمديد، واحد المنخرطين. احنا اليوم كنتواجدوا في دار الشباب من أجل البرنامج أو بصمة شباب. بصمة شباب اللي هو واحد البرنامج تطوعي أو يوم بيئي. خصنا ليه دار الشباب اليوم من أجل التزيين ديالها، بحكم أننا كنشطوا داخل دار الشباب. يعني شئنا أننا حنا كشباب نخدموا، نرسموا جداريات ونعاودوا ستها، ننظفوا القاعات. وهبة خالدية في الجمعية المغربية لتربية شباب أماج. اليوم حنا متواجدين بدار الشباب. واحد المبادرة باش نجمعوا دار الشباب ونقادوها، ورسمنا واحد الجداريات باش يعطيو منظر زوين والأطفال يجيو ويلعبوا في بيئة جيدة. نجمعوا دار الشباب باش تبقى نقية ونخدموا فيها مزيان.